ازيكم؟ صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. معكم مروه عبد المنعم من حاسة رسم. والنهارده جايين نجاوب على سؤال جديد من الاسئله اللي بتجيلنا في الكومنتات. والسؤال بيتكلم عن الوان الزيت وازاي لو انا مبتدئ استخدمها، فهنشرح شويه حاجات كده ليها علاقه بالوان الزيت. مستعدين؟ يلا بينا. اول حاجه لازم اعملها لازم اتفرج كتير، اتفرج على مثلا صور حقيقيه اترسمت بعد كده بالوان الزيت، فاشوف الفرق ما بين الطبيعه وما بين الطبيعه لما بتتحول للوحه زيتيه. اتفرج على عناصر مختلفه اتعالجت بالالوان الزيت، مثلا زي الطبيعه الصامته، زي اللاندسكيب. آم، اشوف فنانين كتير واشوف كل فنان حل مشاكل اللوحة ازاي او حل العناصر المختلفة ازاي. كده انا بقى عندي مخزون بصري كفاية، والمخزون البصري ده هينفعني بعد كده لما ابدأ اشتغل على اللوح بتاعتي. هيبقى عندي حلول كتير قوي لكل العناصر، لكل الخامات لكل الحاجات. بس طبعا لما اجرب بايديا هيكون الموضوع مختلف تماما عن بس ان انا شفت بس. المخزون البصري ده حقيقي بيفرق جدا 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 في مرحلة التنفيذ. انا جاهز دلوقتي ان انا اجرب بنفسي. محتاج شوية ادوات، الادوات دي كلها موجودة في المكتبات الخاصة بالفن التشكيلي وبيع الالوان. لو نزلت الزمالك في مكتبات كتير هناك فيها كل الادوات اللي انا هقولها دلوقتي. اول حاجة هحتاجها طبعا السطح اللي انا هشتغل عليه. السطح بيكون بالشكل ده. السطح ده بيكون اسمه توال. تاني حاجة هحتاجها هتكون فرش. الفرش ليها أشكال كتير وليها أنواع كتير وليها أسعار مختلفة وليها مقاسات مختلفة. في منها الصغير جدا وفي منها الكبير. كل ده أنا هكتشفه أكتر وأنا بشتغل وبجرب بنفسي. بس غالبا أنا هحتاج الفرش الصغيرة لو بشتغل حاجة فيها تفاصيل صغيرة، والفرش الكبيرة لو أنا هشتغل على مساحة كبيرة. دلوقتي انا عايز بقى الوان الزيت اللي انا هشتغل بيها. الوان الزيت في منها مقاسات مختلفة وفي منها اسعار مختلفة. في منها بيتباع باللون وفي منها بيتباع بالعلبة. الاحسن ان انا اشتري علبة على بعض وما يكونش سعرها غالي، لان انا لسه هجرب فههدر كتير في اللون. فنجيب علبة على بعض ويكون سعر العلبة دي معقول. الوان الزيت زي خامات الالوان التانية احنا محتاجين وسائط نخفف بيها اللون. فعندنا وسيطين بنشتغل بيهم وكل وسيط ليه استخدام. اول وسيط هو التربنتينة، وتاني وسيط هو زيت الرسم. التربنتينة غالبا بنحتاجها وقت تحضير اللوحة وهنشوف ده دلوقتي. وزيت الرسم بنستخدمه أثناء الشغل. وعندنا آخر حاجة الباليت، الخشب اللي بنحضر عليه الألوان واحنا بنشتغل وبندرج الألوان عليه. أنا خلاص كده معايا أدواتي وأنا جاهز إن أنا أشتغل اللوحة بتاعتي. احنا ناقصنا حاجة لسه مهمة، ان احنا نختار اصلا موضوع اللوحة. يستحسن ان انا ارسم من الطبيعة مش اني انا ارسم من صورة. بس لو انا حاسس ان لسه الموضوع صعب عليا ومش قادر ارسم من الطبيعة ممكن اختار صورة تكون واضحة، الظل باين فيها، النور باين فيها، التفاصيل كلها واضحة في اللوحة، وابدأ اشتغل اللوحة دي. احنا دلوقتي في مرحلة رص الباليتا. الباليتا زي ما احنا شايفين كده هي واخدة شكل بيضاوي، فاحنا المفروض ان احنا بنبدأ نرص الالوان كده. ايه الترتيب الصح لرص الالوان؟ هو مفيش ترتيب صح بشكل كامل او صح 100%، لكن احنا بنقرر ان احنا مثلا بنحط اللون الابيض هنا، بنحط قصاده اللون الاسود هنا،
وبنبدأ نرص الألوان من البارد اللي هي أزرق، أخضر، بنفسجي، وبعدين بنبدأ نرص الألوان السخنة، يعني بنخلي نص الباليتة تقريبا مقسوم للألوان الباردة والنص التاني مقسوم للألوان السخنة. أنا خلاص رصيت الباليتة بتاعتي وأنا جاهز إن أنا أبدأ أشتغل. إحنا دلوقتي في مرحلة مهمة جدًا اللي هي مرحلة مزج الألوان. غلط، غلط، غلط إني أشتغل اللون من الأنبوبة مباشرةً وأحطه على اللوحة. لازم أنا أمزج ألواني الخاصة وتبقى الألوان فيها من روحي أنا، معمولة بإيديّا أنا علشان اللوحة تبقى فيها بصمتي الخاصة. ف إيه الألوان وإيه الألوان اللي أنا ممكن أحطها على بعض وهتطلع لي إيه؟ هنعرف ده سوا. الألوان بتتقسم عندنا لاتنين، ألوان أساسية وألوان ثانوية. الألوان الأساسية هي الألوان اللي أنا مقدرش أمزج لون على لون علشان أطلعها، زي الأزرق، زي الأصفر، زي الأحمر. دي ألوان أنا مقدرش أطلعها، لازم أجيبها في شكلها الأساسي. وبعد كده في ألوان ثانوية هي ناتج مزج الألوان على بعض. عندنا البنفسجي اللي هو أحمر على أزرق، عندنا البرتقاني اللي هو أحمر على أصفر، عندنا الأخضر اللي هو أصفر على أزرق. وكل الألوان دي ممكن تكون مايلة للسخن لو خلينا الألوان السخنة هي اللي أزيد، أو مايلة للبارد لو خلينا الألوان الباردة هي اللي أكتر. طب إيه الألوان السخنة وإيه الألوان الباردة وإيه فايدة الألوان دي وإيه فايدة الألوان دي؟ الألوان السخنة اللي هي الأحمر، اللي هي الأصفر، اللي هي ألوان النار، والألوان الباردة اللي هي ألوان المَيّة، اللي هي الأزرق، اللي هي البنفسجي. وزي ما قُلنا أي لون ممكن يكون مايل إن هو يبقى سُخن، مثلًا البنفسجي لو أنا كتّرت فيه الأحمر فهو هيكون بنفسجي سُخن، لو البنفسجي خلّيته مايل للأزرق فهو هيكون بنفسجي بارد. الأخضر لو كترت فيه الأزرق هيكون أخضر بارد، لو كترت فيه الأصفر هيكون سخن. برضه بيكون على حسب الموضوع اللي أنا شغّالاه، باختار أنا عايز معظم ألواني تكون سخنة والّا معظم ألواني تكون باردة. يعني لو موضوع بيميل للهدوء أو الحزن أو الكآبة أنا ممكن أختار ألوان باردة. لو موضوع فيه حماس، أنا لو بارسم حاجة فيها طاقة، فيها قوة مثلًا زي الحرب، أنا محتاج مثلًا إن اللوحة تكون مايلة إن هي تبقى سخنة. يعني الموضوع اللي أنا باشتغله هو اللي هيخلّيني أقرر أنا عايز الباليتة بتاعتي تكون مايلة إلى أنهي اتجاه من اتجاه الباليتة. أنا خلاص قررت أنا إيه العنصر اللي أنا عايزة أرسمه، والعنصر ده الباليتة اللي أنا هاستخدمها في تلوينه هتكون مايلة للسخونة والّا مايلة للبرودة. دلوقتي أنا في مرحلة تلوين العنصر. أول مرحلة بتكون باستخدام الترابنتين. باخفف الألوان جدًا، جدًا، وباخلّيها عاملة زي المَيّة، وبابدأ أرمي مساحات لون شفافة باحضّر بيها اللوحة علشان بعد كده تستقبل الطبقة اللي بعدها، اللي بتكون فيها الألوان سميكة وما بتكونش شفافة. طيب إحنا هنجرّب سوا. كده دي ألوان متخففة بالترابنتين، إحنا شايفين هي قد إيه شفافة. فأنا مثلًا هابدأ ألوّن المساحة دي كده، ممكن أبدأ أرمي الظِل، أرمي النور، وهكذا. فهي دي الملمس أو هي دي درجة اللون اللي بتطلع لي لمّا بيكون اللون متخفف بالترابنتين. إيه ميزة المرحلة دي أو ليه لازم أشتغل المرحلة دي وأنا بارسم؟ في المرحلة دي الظِل، بارمي النور، بارمي مساحات اللون. التربنتينة بتخلّي اللوحة تنشف بسرعة عكس زيت الرسم اللي بياخد وقت طويل جدًا علشان ينشف. لكن طبعًا ما ينفعش إني أنا وأنا باعمل السطح النهائي إني أخفف بتربنتين، لإن التربنتين أصلًا بيمُص اللون تمامًا، يعني بيخلّي اللون أصلًا بهتان وبيخلّي اللون خفيف. فهي في مرحلة التحضير بس اللي بارمي المساحات والألوان متخففة بالتربنتين. طيب خلّينا نشوف سوا نفس اللون الزيت أهو، لو هاخفف اللون ده بزيت الرسم
وسمكه هيكون عامل ازاي وشفافيته هتكون عاملة ازاي. ادي اللون لو انا لونته مباشرة من غير ما استخدم ترمندين. كده الفرق واضح ما بين اللون اللي تحت اللي شفاف خالص علشان متخفف ترمنتين، واللون اللي فوق اللي مش شفاف علشان متخفف عادي بزيت الرسم. وطبعا كمية زيت الرسم دي بترجع للون نفسه. في لون بيكون ممزوج اصلا جواه بزيت رسم كتير فبيكون خفيف، فما بنحتاجش ان احنا نزوده زيت. وفي لون تاني بيكون فعلا سميك ومحتاج ان انا عشان اقدر اشتغل بيه ان ازوده زيت رسم بكمية كفاية، وده هنعرفه من الممارسة. انا خلاص لونت اللوحة تقريبا كلها بالوان الزيت اللي متخففة بزيت الرسم او اللي من الانبوبة مباشرة. لازم اكون عارف حاجة مهمة جدا عن الوان الزيت، ان الوان الزيت معتمة. يعني لو انا حطيت طبقة فوق طبقة فوق طبقة، الطبقة الأخيرة بس هي اللي هتبان، وخصوصا لو اللون سميك. فلازم أعرف وأنا شغال أنا عايز الطبقة الأولانية تبقى إيه، وإيه اللي أنا عايز أخليه يفضل باين منها، وإيه التاتشات اللي أنا عايز أحطها في النهاية. غالبا التاتشات اللي أنا بحطها في النهاية اللي بيبقى ليها علاقة بالظل والنور، النقط المنورة مثلا زي كده، النقط المظلمة زي كده، الحاجات اللي انا عايزة اوضحها اكتر، التفاصيل تفاصيل التفاصيل. يعني لو برسم بورتريه فابدأ ارسم الاضاءة اللي نازلة عليه، ارسم تفاصيل الرموش. انا خلاص خلصت تماما. لازم اعرف حاجة مهمة جدا بقى عن الوان الزيت. الوان الزيت بتاخد وقت طويل جدا علشان تنشف. يعني لو عايز اعمل لاير على لاير على لاير، غالبا لازم استنى اللاير ده ينشف علشان ابدأ اعمل لاير جديد، واستنى اللاير اللي بعده ينشف علشان اشتغل اللاير الجديد، علشان ما الاقيش الالوان بتخش في بعض والاقي الدنيا بتبوظ مني. انا برضو خلاص خلصت واستنيت اللايرز انها تنشف وصبرت وكله تمام. اللوحة بتاعتي خلصت. اخر مرحلة بقى هي مرحلة ورنيش اللوحة. يستحسن ان بعد ما اخلص بمدة اسيب الالوان تنشف تماما. وبرضو في مكتبات الالوان بيبقى فيه ورنيش. الورنيش بيكون نوعين، نوع مط ونوع بيلمع، على حسب انا عايز اللوحة بتاعتي تكون الالوان كلها مطفية ولا عايز اللوحة تكون بتلمع. ده بيرجع لي او بيرجع برضو للعنصر اللي انا رسمه او لمود اللوحة نفسه. لازم برضو تجربوا بنفسكم وتشوفوا النتيجة اللي هتطلع معاكم هتكون عاملة ازاي، وانا هستنى برضو النتيجة اللي هتطلع معاكم في الكومنتات او في الرسائل. اتمنى تكون الاجابة كانت كافية ووافية، فهمتكم اكتر عن الوان الزيت، عن الادوات اللي انتم محتاجينها، عن الخامات، عن امكانيات الالوان الزيت نفسها، عن مراحل صناعة اللوحة. هستناكم في اسئلة جديدة وفي اجابات جديدة، واشوفكم قريب على خير ومع السلامة.